رايحين فولت على البحر، يلا بينا كلنا مع بعض نستمتع. طبعا كله هيفتكر ان انا هروح البحر مثلا بالعجله واخدها، بس للاسف مش هقدر، علشان زي ما احنا شايفين هنا سيده القطه قررت ان هي تخبي عيالها في السبت بتاع العجله، لان هي شايفه ان كده امان اكتر ليهم. وطبعا كلكم هتقولوا لي لا لازم تنقلوهم في مكان تاني. صدقوني احنا عملنا كل المحاولات وجبنا لهم سبت مخصوص بتاع القطط، وهي اللي رافضه وفرحانه او مأمنه ان هم جوه السبت بتاع العجله. فانا مش عارف اخد العجله وهي حبيبتي قاعده بتتشمس تحت الشجره قدامهم ومطمنه عليهم. وعلشان كده مش هقدر اخد العجله واروح بيها ناحيه البحر، علشان خاطر القطط موجودين جوه السبت. ليه؟ علشان امهم سيده قررت ان المكان ده امان ليهم. خلاص براحتها، براحتك يا سيده. ممكن اخد العجله واروح بيها البحر. وبما اننا احنا عايشين في المزرعه السعيده، اهي كريمه يا جماعه عشان الناس اللي بيسالوا عليها. البطه كريمه قاعده. بصوا هتعمل ايه اول ما هتشوف بابا وماما. ايه يا بنتي في ايه؟ وطلعنا من البيت ورايحين اهو على ناحيه البحر، علشان سميه وإلاني وعاشور مستنينا هناك. ودلوقتي بنتمشى اهو ورايحين نقعد على البحر. هو الجو جميل وربيعي وكده، بس لسه مش صيف قوي لدرجه ان نلاقي ناس عادي بالمايوهات وبتنزل البحر عادي. وإلاني طبعا عايزه تنزل هي كمان. إلاني انت عايزه ايه؟ قولي لنا انت عايزه ايه؟ انزل خلاص. طب يلا بينا يلا. تنزلي فين؟ المية. ولحد بقى ما إليني تروح تلبس المايو، انا طلبت اللي هو الوافلز بالشوكليت كده. عايز اقول لكم ان ده كان الفطار بتاعي. واهو إليني راحت لبست المايو في البيت وهتاخد اول غطس. لا 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 لا. بس اطلعيني بره خليكي كده. واحنا بقى قاعدين بنتفرج على اللوزة إليني وهي في البحر. وبصراحة أنا مش عارف إزاي الناس دي كلها في المية، أنا بصراحة ما بستحملش السقعة ولازم الجو يبقى حر وشمس حارقة. يا تفرطوا بانيو دلوقتي هنلبس سقعانة؟ طيب كانت المية ساقعة؟ لا دافي جدا. دافية جدا؟ عيني في عينك كده؟ معلش لازم ناخد حاجه فيها شوكولاته. ماشي خدي. يعني هتنزلي تاني ولا خلاص كده؟ خلاص كده، النهارده ها؟ خلاص. ماشي. النهارده كام مايو؟ تيمر ومنياكما النهارده افتح افتح مايو. تبرودو بانيو تسلانيس. تفرطوا بانيو. ماشي اول غطس مبروك. يا جماعه انتوا تصدقوا لسه مكتشف الموضوع ده، انا ما كنتش عارف المعلومه دي، ان في نفس المكان ده في سنه 2009 بابايا واختي كانوا في اليونان. يعني كانت سمية نجحت ثانويه عامه وجابت مجموع، انا اللي هقول القصه. جابت مجموع عالي ودخلت صيدله، فبابا وداها اليونان يعني عشان كنا ساعتها في مصر، فجابها في نفس المكان. ايوه والله نفس المكان هنا؟ والله هنا البتاع دي كده. سمية وانا قاعد معاها وهي مبسوطه. قلت لها ايه بقى تعالى نخرج. نزلنا البحر. والله العظيم نزلتوا هنا في نفس المكان؟ نزلنا هنا وطلبنا وافلز برضه. البيت عايز تجيب دول كام؟ كتير. فين الصور لما كانت. ما هو الصور دي يا بابا كانت على فاكر الكاميرات الصغيره اللي هي فاكرينها؟ والله يعني نفس المكان في نفس المطعم في نفس التابرنا يعني. والله ما كانش لسه حد يعرف اللي هنسكن هنا. ايوه ما انا عارفوش. ايه ده؟ بصي ستاره. سبحان الله. خلصنا بقى فقرة الذكريات وقعدة الحكايات ورجعنا على البيت، واللي هي راجعة بالعجلة بتاعتها. يا بختها عندها عجلة من غير قطط. ورجعنا لقينا سيدة واخدة عيالها وقاعدة بتنضفهم وبترضعهم. بص هتعمل كده يا جماعة، حتم كده عشان يرضعوا. بص هي خلصت كده تنظيف هيرضعوا. يلا بص عشان يرضعوا. عايزة تدلع وهي كمان. لا ده بتقعد لهم كده عشان يشوفوها عشان ياخدوا اللبن. سموها. بص ببهات جمال قوي. برافو يا سيدة برافو.
سمعت صوت الغرغرة؟ سيدة؟ بص هتزقهم ازاي انت. سميتي لي كده ليه؟ مالا ماما برافو. وصل. برافو. بس اول ما سمعت تشيل ايديها لازم تطبطب عليهم اللي هو تطمن عليهم. دلوقتي بقى رايحين نتغدى، ميعاد الغدا. هنروح مكان هنا حلو قوي. طبعا كله هيسأل هي ماما طب مش هتتغدوا في البيت ليه؟ اقول لكم ماما ما بتحبش تعمل اكل خلاص. بطلت زهقت. لا النهارده ماما اجازه، احنا النهارده بندلعها هي وبابا. اختي بقى سالت صحابها قالوا لها على مطعم حلو قوي هنا في سلامينا في الجزيره يعني اللي احنا عايشين فيها، فاحنا رايحين للمطعم ده نجربه. يا رب يطلع كويس يا هيبقى يوم مش فايت على دماغ اختي واصحابها. انا عارف ان الكلام ده بقوله كل فيديو وكلام كليشيه جدا، بس انا بحب قوي شكل البحر عامه وشكل الطبيعه والجبال، يعني بحب المنظر ده قوي. علشان كده انا بحب اسكندريه برضو. ووصلنا الحمد لله. بص هو كان في مطعمين جنب بعض والاتنين ما شاء الله كانوا زحمه جدا. ده واحد بتاع سمك والتاني اللي احنا كنا رايحينه بتاع مشويات وبرضو عنده اسماك. وهو ده المطعم التاني اللي احنا رايحينه اللي هو جنبه. الفكره بقى ان كان الدنيا زحمه جدا جوه والمكان فول. بصوا يا جماعه دي اكتر حاجه بحب اعملها لما نبقى مثلا مش عارفين نروح ناكل ايه او بنشوف المطعم الزحمه اللي فيه ناس اكتر بنروح نقعد عنده، بدل بقى ما نسال بقى انهي احسن اكل وكده. طبيعي اللي هيبقى زحمه هو اللي احلى اكل. الغريبه ان المطعمين هما الاتنين زحمه. عايز اقول لكم ان المكان جوه مفول ومفيش مكان، فاحنا قاعدين مستنيين حد يمشي علشان ندخل نقعد احنا. صباح الفل يا جماعه. بصوا بقى علشان لو جيتوا اليونان لازم تفهموا حاجه. المطعم ده اسمه ايه؟ ستاتوريو. ستاتوريو ده يعني ريستوران. ستاتوريو. غير مثلا لما نلاقي مثلا حاجه مكتوب عليها تافيرنا، غير لما نلاقي حاجه. فازاي نعرف بقى الفرق ده؟ ماما هتقول لنا. رجع تاني اسمه استياتوريو. ماشي انت صح. قوليها لي عادي. انت استياتوريو قولها لي عادي. اللي اقول لك انا حاجه فيها هتلاقي مطاعم مكتوبه بسيستاريا او مكتوبه تافيرنا يعني مشويات مشاوي. الاماكن المكتوبه استياتوريو يعني مطعم، يعني ممكن تلاقي اكل اليوم باميه فاصوليا الحاجات دي. وفي اماكن تانية مكتوب ماجيريو. ماجيريو يعني الطبخ، ممكن تلاقي شوربه كوارع، شوربه اكل بالصلصه اللي هو فاصوليا وكده. كل واحد ليه المسمى بتاعته. اذا هنا اللي احنا جينا مكتوب استياتوريو ومشويات عنده. استياتوريو هو ده. حي لخبطت لي الكلام ده. يا جماعه يعني شوفوا اي بتاع ادخلوا وكلوا والف انا وشيف عليك. ايه ده في ايه ماما في ايه؟ فجأة لقينا واحدة مشمرة ونازلة البحر. دي ماما يا جماعة ما تقلقوش. لا ما يهمنيش انا تقولي لبس تقولي شياكه، انا على طول المهم لبستني. وانا كمان. وإليني كمان. حلو المية؟ حلوه. ساقعة ولا سخنة؟ ساعه تلج. اوكي بس يعني هو لغايه رجلي. اول سباحه ليا في الرجل. دي اختي علشان انا لولايا انت كنت زمانك عايش عند خريستوس 24 ساعه، فطار غدا عشاء عند خريستوس. انا اللي دايما بقول لك تعالى نكتشف الجزيره، ما بتقولش الحاجات دي ليه؟ اديكي قلتي. واخيرا دلوقتي المكان فضي، يعني في مكان نقعد فيه. بدأ بقى ينزل البطاطس والتزيكي والبتاع ده. يا جماعه البتاع ده طعمه خطير، عباره عن عسل وجبنه كده مع بعض وسمسم تحفه. بص الملبن ده البتاع ده برضو عايز اقول لكم هو نفس اللي فات اللي هو بالعسل والجبنه. خالتي بتعرف تعمله حلو قوي، هبقى ان شاء الله مره اروح عندها اصور لكم الطريقه بتاعتها. وماما بقى بتدوقني من الطبق بتاعها، طعمه خطير. ده داني حط
حاطينه في الفرن، مشوي في الفرن الخشب وملفوف في ولا سوائل ولا حاجه، وبيسيبوه مثلا الساعه 5 6 الفجر على النار واطيه قوي لغايه ما يستوي. طبعا بيطلع شبه الزبده فعلا. ايوه طعمه حلو قوي. وده بقى اختي كانت طالبه اخطبوط مشوي، طعمه كان حلو جدا. انا عامه بحب الاخطبوط المشوي وكنت بحب اكله قوي، وبرده في اسكندريه في النادي اليوناني، نادي اليخت اليوناني اللي على البحر. ده بقى الطبق بتاعي. عايز اقول لكم ان احنا قبل كده كنا مصورين الوصفه دي، هبقى احط لكم اللينك بتاعها. سمية كانت طالبه ريش ضاني، وعاشور كان طالب فراخ مشويه. نرجع بقى تاني للطبق بتاعي اللي هو البفتيكي اللي بيبقى جواه جبنه. فاكرين ماما قبل كده عملت الوصفه دي؟ هحط لكم اللينك بتاعها علشان برضو تجربوها، هتعجبكم جدا. مش عارف انتوا اخدتوا بالكم ولا لا، بس هتلاقوا معظم المطاعم اللي موجوده في اليونان وخصوصا في الجزر كلها بسيطه جدا، سامبل قوي، ما فيهاش اي ديكور، هو بس بيعتمد على كراسي خشب وديكور بسيط. وبعد ما دفعنا الحساب بعتوا لنا الكومبلمنتري ده اللي هو سموزي بالخوخ. انا عايز اقول لكم انا ممكن اروح مخصوص علشان اشرب البتاع ده. المهم يعني بصوا، بعد ما اكلنا قعدنا نريح كده شويه على البحر، كانت القعده حلوه قوي والجو لطيف. وانتوا فاكرين كده اليوم خلص؟ لا لسه. رحنا بقى معرض الزهور اللي هو المعرض اللي بيتعمل للربيع. هحط لكم برضو الفيديو ده لو تفكرين من السنه اللي فاتت، كان بس ماريا كانت معانا ساعتها. رحنا نفس المعرض، بس رحنا بقى المره دي علشان نشتري اللي هو طوق الورد اللي بيتركب او التاج الورد ده، علشان سمية عايزه تشتري لنفسها ولإلاني. وجابوا هما الطوق الجميل ده وكان شكله حلو قوي، ولبسوه حتى في ساعتها، وطبعا اتصوروا مع بعض. وعلى حظهم ان هما دول كانوا اخر تاجين، والنهارده برضو كان اخر يوم للمعرض. وكده الفلوج بتاع النهارده يكون خلص. قضينا مع بعض ومعاكم يوم جميل.